يا مساء الفل لكل من يسمعني الآن. خلونا اليوم نعيش أجواء إذاعية بطابع فلسفي، وخلونا نقول في هذا الركن الصغير من الليل لن أتحدث عن الواقع، بل عما يحدث بداخله، عن تلك الأصوات التي لا يسمعها أحد، عن صمت يصرخ خلف صدورنا، وعن بشر يبتسمون وهم على وشك الانهيار. ما سأقوله الآن ليس قصة ولا شعرا، إنه اعتراف من كائن تائه بين النور والهاوية، فيقول: ولدت من رحم خطيئة لم يرتكبها أحد، وفي قلبي يسكن ملاك أعمى يتهامس مع شيطان تائب. كلما أحببت انشقت في داخلي جبهة بين الجنة والجحيم، وأصبحت أسمع أنفاسي تصرخ بأسماء لا أعرفها. أنا كائن ممزق بين نداء السماء وهمس الهاوية، أعبد الخوف وأقدس الندم، وأكتب بيدي اليسرى ما تمحوه يدي اليمنى. أحيانا أظن أنني وجدت لأكون صراعا لا نتيجة له، ومسرحا تتقاتل فيه أرواح لا تنتمي لي. أضحك فأبكي في داخلي، وأبكي فيضحك وجهي كأنه يسخر من صمتي. في رأسي أنين ملاك مريض، وفي صدري جن يتلو مزاميره على أنقاض قلبي. وهكذا أعيش بنصف قديس ونصف لعنة، وأبحث عن خلاص لا يشبه النور بل يشبهني.